كلنا سمعنا عن الكلب الهاسكي اللي في قرية محلة مرحوم بمحافظة الغربية. الكلب ده كان تايه أو متسرب أو هربان من صاحبه، وبالسبب ده وبسبب إن الأطفال ضايقوه في الشارع الكلب ده سيطر عليه الخوف وعض أكتر من شخص. الأهالي قاموا بالسيطرة عليه وربطه في عمود عشان يجي دكتور من الطب البيطري له من الله ما نالت أيديه يديله حقنة هوا بقصد قتله، والكلب مات. اللي عمله الدكتور البيطري ده بيعتبر جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات بموجب المادة 357 من قانون العقوبات، والمادة دي بتجرم إيذاء أو قتل الحيوان، وبتكون العقوبة هنا الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو بغرامة 200 جنيه. وطبعا القاضي هنا هو اللي بيحدد العقوبة على حسب الفعل إذا كان إيذاء أو قتل. أما الجريمة دي لو ارتكبت ضد أحد دواب الجر أو الحمل أو أحد المواشي، فبتكون هنا العقوبة الحبس من يوم لحد 3 سنين. والجريمة دي لو تمت بالليل القانون وضع ظرف مشدد ليها عشان توصل العقوبة للسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن من 3 ل7 سنين. وسلام.